السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده باذن الله كده ندخل على الفيديو، بس قبل ما ندخل على الفيديو اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل الاشعارات على الكل. في ناس كتير بتقول لي الاشعارات مش بتوصل لها. حاولي تلغي الاشتراك وتشتركي من اول وجديد، وتفعلي الاشتراك على الزر الاولاني اللي هو الاشعارات على الكل. تمام. النهارده كده جبنا التسويقه بتاعتنا. على بال ما قشرت التوم كان ابني جاب لي الخضار، جاب لي بطاطس وجاب لي بصل وجاب لي فلفل، وكنت جايبه من قبلها بيوم الطماطم والبدنجان. تمام. المكونات دول الصغيرين دول معدين ال200 جنيه. تمام. وكنت في اليوم اللي قبله جايبه الطماطم والبدنجان وحبه خيار كانوا حوالي 100 جنيه. فالله المستعان على الأسعار. 2 كيلو المانجا دول ب50 جنيه، الكيلو ب25. مانجا حلوة كده اللي بتبقى عند القمع بتاعها كده معسلة شوية، دي تعرفيها ان دي تبقى مسكرة. البصل اهو، وللأسف البصل اللي بسعره بسعر المانجا، بس المانجا نقدر زي ما قلت لكم قبل كده نستغنى عنها، لكن البصل ده شيء أساسي في الطبخ بتاعنا فما نقدرش نستغنى عنه خالص. جبت ال2 كيلو بطاطس ب30 جنيه، الكيلو ب15. وجبت ال2 كيلو بصل أو كيلو ونص من البصل بحوالي 40 جنيه. ال2 كيلو بصل أو أكتر كمان، لأن الكيلو ب25 جنيه. احسبوها بقى انتوا مع نفسكم. وجبت كيلو الفلفل ب15 جنيه. كنت بقشر في التوم، فلما جاب لي الخضار وقال لي، ما بقول له فين باقي ال200، فقال لي ما فيش باقي. من خضيت حطيت التوم اللي مقشراه على الكيس بتاع الفلفل. فالاسعار بصراحه حاجه كده صعبه جدا جدا. الله المستعان. شويه خضار بساط جدا زي دول كان الواحد ما يجيبهمش ب50 جنيه. يعني 50 جنيه كان يتبقى منها كمان فلوس. دلوقتي ما فيش الكلام ده خالص، ال200 جنيه بتطير زي الهوا، وما يفضلش منها باقي. وحاجات بسيطة زي ما قلت لكم، أن يعتبر الأكلة دي كمان داخلة على 300 جنيه. جايبة ب100 جنيه في اليوم اللي قبله طماطم وبتنجان ومش عارفة ايه المكون التاني اللي كان معاه، أو كيس رز أو حاجة كده جنبيها، فكانوا ب100 جنيه. وشوية الخضار ونوع الفاكهة ده نوع واحد ب200 جنيه. فالله المستعان 300 جنيه ممكن على أكلة أو على وجبة يوم أو يومين، فحاجة يعني اوفر قوي، وحاجة يعني الناس، يعني ربنا يعين الناس كلها يا رب. زي ما قلت لكم بصل وبطاطس ومانجا وفلفل، بس دول اللي جبتهم النهاردة ومعديين مبلغ حلو. البطاطس دي من النوع اللي هي تحمير، اللي بتبقى فيها حتة كده لونها ملونة كده على أحمر، أو لونها بامبا شوية، دي بتاعة التحمير فما بتسودش في القلية. فأنا النهاردة بإذن الله كده هعمل مسقعة وهعمل نوع حلو. صلوا بينا على النبي كده وندخل على الفيديو كده ونبدأ يومنا. الأكلات الشعبية من الأكلات الحلوة جدا اللي بتأكل، والناس كتير جدا بتحبها وبتفضلها. فهبدأ أقشر البطاطس بتاعتي، وهقشر البدنجان كده وأقطعه زي ما انتوا شايفين كده. قطعت البدنجان ورشيت عليه ملح علشان لو في مرارة او مثلا ما عشان ما يشربش زيت، فرشة الملح دي. وبعد كده تغطيه بشوية مية وتسيبيه كده قد 5 دقايق على بال ما تقطع البطاطس، يكون نزلك اللون الغامق بتاع البدنجان، وكمان لونه فتح وما يشربش معاكي زيت نهائيا. تمام كده. كنت قشرت البطاطس كمان وقطعتها صوابع. بدأت أقلب في المكونات بتاعتي. قليت البطاطس وقليت البدنجان. اقلي البطاطس الاول علشان ايه ما تشربش البدنجان، لو غليته في الاول هيشرب كمية الزيت عندي كلها. فانا بقلي كده البطاطس الاول، وبعد كده بقلي البدنجان. وانا وبقلي البدنجان بمسكه واديله عصرة حلوة جدا. انا بعمل حاجة حلوة كده يعني بتميز الصلصة بتاعت المسقعة. هي صلصة المسقعة هي نفسها صلصة الفتة، هي نفسها صلصة الكشري، هما التلاتة واحد. الطريقة بتاعتهم والطعم وتظبيط البهارات بتاعتهم واحد. فهنا أنا كنت المقطع بتاع صلصة المسقعة كان عندي محذوف، فأنا لقيت المقطع ده عندي
في التليفون من قبل كده، كنت منزله لكم برضو في القناة قبل كده، فانا نزلته لكم فبحيث ان تعرفوا الخطوات انا عملت ايه بالظبط. هنا قليت البطاطس والباذنجان وعملت صلصة المسقعة اللي هي عبارة عن ايه: توم، التوم تكوني دقاه في الهون او فرماه مع فلفلاية حامية، وبعد كده تشوحيهم في شوية زيت وتطشيهم بشوية خل، وبعد كده تنزلي عليهم بالطماطم المضروبة في الخلاط، تسيبيها تتسبك كده، وتظبطي الملح بتاعها، وتحطي كمون وكزبرة وتكتري في الكمون. الصلصة بتاعت المسقعة او الفتة او اللهم صل على النبي او الكشري بتحب الكمون جدا. تمام كده، عملنا الصلصة بتاعتنا وخلصنا غدانا. كان عندي كده لفة جلاش، كانت بصراحة في التلاجة ليها فترة، فقلت ايه انا عايزة اعملها كده حاجة حلوة للولاد، لاني بصراحة ليا فترة كده ما عملتش حاجة حلوة. وكان عندي كمان في كيس البواقي او الفرافيت بتاعة الكنافة وفرافيت الجلاش، انا بصراحة ما برميهاش، بمسكها بحتفظ بها برضو في الفريزر، بستخدمها كحشو للجلاش. زي ما انتم شايفين كده دي عبارة عن فرافيت من الكنافة والجلاش، وعليهم حبة مكسرات وجوز هند، وببدأ أحشي ورق الجلاش كده وأرصه في الصينية. أسهل حاجة أو أسهل حلويات ممكن تعمليها، مش بتاخد وقت، نتيجتها حلوة، وكمان مش مكلفة. دهنت الصينية بتاعتي أو الصاج بتاعي من السمنة، حطيت كده في قعرها حتة سمنة بسيطة، وهفضل أحشي طبقات الجلاش طبقة واحدة على فكرة، مش طبقتين. والطريقة دي لو عندك الجلاش متقصف أو متكسر من على الجناب هتنفع جدا، وطريقة سهلة جدا جدا جدا. يعني لو بنوتة صغيرة لسه بتتعلم تدخل المطبخ، أو مثلا عروسة جديدة، فهتعمل النوع الحلو ده اللي هيبهر الكل، وفي نفس الوقت أسهل مما يكون. عندك حشو مكسرات، على جوز هند، على فرافيت من الكنافة زي ما قلت لكم، زي ما انتم شايفين كده فرافيت من الكنافة والجلاش، وعليها حبة مكسرات كانوا باقي من رمضان. المكسرات عندك فول سوداني، عندك جوز هند، عندك حبة سمسم، أي مكسرات عندك هتمشي، بتدي نكهة وطعم حلو جدا، وبتميز الحلويات بتاعتك، بتدي لها نكهة وطعم حلو جدا زي بتاعت المحلات بالظبط، أو زي بتاعت الأفران. الأسمر ده من جوز الهند، من اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، من الفول السوداني. في كان فولاية كده متحمصين كده محمرين جامد، فهم لونهم كده، يعني مش حاجة وحشة. فهنا هلف كل الطبقات واحدة واحدة، وزي ما قلت لكم أي فرافيت عندكم من الحلويات كنافة أو جلاش استخدميها، هتكون حلوة جدا جدا. في ناس كمان ممكن تحشيها، أنا في مرة عملتها إن الجلاش ده كنت بحشيه بسبوسة، البسبوسة بتكون مستوية وجاهزة، بس تكون البسبوسة مطرياها وتحشي بيها طبقات الجلاش، وهتعمليها بنفس الطريقة دي وتلفيها وترصيها في الصينية، وهتديكي يعني طريقة أو طعم جميل جدا 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 في حياتك كده. كل اللي يشوف يدوق طعم الجلاش المحشي بسبوسة هينبهر بيه. في مرة بإذن الله كده هعمله لكم برضو، طبقات الجلاش هعملهم لغاية ما اخلص الطبقات. عملت لي كمية حلوة من لفة جلاش واحدة، لفة الجلاش دي ب10 جنيه أو ب11 جنيه، عملت معايا كمية حلوة حوالي صينيتين من الحلويات. وكان عندي شوية شربات، أنا بصراحة لما يكون في شربات عندي زيادة بعينه كده في بطرمان، زي ما قلت لكم اي شربات عندي كان بيفيض كنت بعينه في بطرمان، مش بحطه في التلاجة. في ناس كتير بتقول بحطه في التلاجة، لا، في التلاجة ممكن مع الوقت طعمه يغير كده وكمان ريحته تغير، لكن في الفريزر بيحتفظ بنكهته. كمان تضيفيله يعني في الشربات علشان تعينيه، تكوني انت وبتغلي الشربات بتكوني حاطة الليمونة بقشرتها، دي بتحافظ على ريحة الشربات وكمان قوامه ولونه. فكان عندي لفة الجلاش دي كانت مركونة، والبواقي بتاعة الكنافة دي برضو كانت من رمضان، كنت عينهم زي ما قلت لكم في الفريزر. وكان في شربات موجود معايا، قلت كل المكونات متوفرة معايا، مفيش غير حاجة غير جبتها غير السمنة، فقلت اعمل لهم حاجة كده حلوة تبسطهم كده. فيعني ليا فترة طويلة ما عملتش حلويات ولا عملتش
تورت لأعياد ميلاد حد من ولادي، فقلت لأ بصراحة كده كفاية، ونفسهم في حاجة حلوة فأنا لازم أعمل لهم حاجة حلوة كده تبسطهم. عملت الصينية الأولانية ولفيتها كده، معلش لأن كان الحامل اللي أنا بصور بيه كان جنب الترابيزة فاهتز شوية. بقطعها كده صوابع في الطول أو الحجم اللي انت عايزاه، بقطعها قبل ما احطها في الفرن. وكمان عندي سمنة بشربها من السمنة. بصوا لو تلاحظوا ولادي كلهم مستنيين اللحظة النهائية بتاعة الحلويات، لأن بصراحة وبجد أنا ليا فترة طويلة ما عملت لهمش حلويات. فقطعتها كده بالشكل ده صوابع قد بعضها، وهشربها بالسمنة كويس جدا واحطها على فرن متوسطة. ما تحطيش الجلاش على درجة حرارة فرن عالية، هتتلسوع من فوق او من تحت، وفي النص كده ما تكونش مستوية حلو. احنا عايزين اللي السمنة تتغلغل فيها. كمية السمنة اللي انا هحطها دي بعد ما تطلع من الفرن بصفيها، يعني ما تستغربوش من كمية السمن اللي هحطها. وهي مش كمية كبيرة، ده هو حوالي اقل من نص الكوباية الصغيرة او قد فنجان من القهوة سمنة على كمية الجلاش اللي احنا هنعملها كلها دي. فالكمية مش كتير يعني. شايفين كده لازم نغلغل كل القطع بتاعة الجلاش، عشان كده قطعناها عشان يدخل لها ويوصل لها السمنة في كل حتة. حطينا السمنة بالطريقة دي. كمان شوية اللي فضلوا الورقتين اللي انا لفيتهم في ورقة على بال ما اجيب لهم صينية عشان ما ينشفوش، لان كنت مشغلة المروحة فوقية فالجلاش ما بيستحملش بينشف بسرعة. لفيتهم في ورقة وبعد كده جيت كملتهم، عملتهم صوابع بشكل عشوائي زي ما انتوا شايفين كده، بس والله في الاخر هيطلع شكلهم حلو جدا. وهحطهم في الفرن، وبعد ما يستوي هوريكم كده شكله او شكله بعد ما طلع من الفرن. وعند الشربات زي ما قلت لكم حطيته في حاجة كده عشان اقدر اصب فيها، يعني اصب على الجلاش بتاعي. بصوا انا سخنت الشربات. يعني قاعدة كده في الحلويات، لو عندك مثلا عشان الحاجة ما تعجنش، لو عندك مثلا الجلاش او البسبوسة سخنة تشربيها شربات بارد. لو عندك الجلاش عشان ما يطراش ويبقى كده معجن كده وطعمه كده او شكله ملظلظ كده ومش ماسك نفسه، فلازم تخلي الجلاش يبرد تماما، وتكوني الشربات مدفية دفية مش غالية، لا مدفية دفية. هيطلع معاك الجلاش متماسك وحلو وجميل جدا. هتشوفوا شكله كمان في الاخر متماسك وشارب الشربات حلو جدا، ومشارب من جوه ومن بره ومن كله كده، وطري من جوه ومحافظ على القرمشه بتاعته من بره. يعني تسويه ممتازه ممتازه، بس لازم تديله حقه في الشربات وتخليه مثلا 5 دقايق. عملنا الحلويات بتاعتنا وعملنا أكلة حلوة كده حرشة. والله الأكلة دي بتأكل أكتر من أكلة اللحوم أو الفراخ يعني بمراحل. عملنا أكلنا واتغدينا واتبسطنا وعملنا الحلويات بتاعتنا من حاجات كده. بصوا أنا ما تكلفتش أي حاجة. لفة الجلاش كنت جايباها من فترة كده ب10 أو 11 جنيه، والبواقي الحاجات اللي كانت موجودة دي عملت بيها. فيعني حاولي من فترة للتانية تعملي حاجة حلوة كده لولادك تبسطيهم. الحاجات دي بتفرح الولاد جدا جدا. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ويكون محتواه خفيف عليكم. وسامحوني ان انا بتأخر عليكم كده في تنزيل الفيديوهات لما بلاقي قلة التفاعل كده. بصراحة كده نفسيتي بتتعب، الى جانب ان انا كمان رجلي الفترة دي تعباني جدا جدا. طالع لي كده اعزكم الله حاجة اسمها شوكة عظمية في كعب رجلي. فبصراحة تعباني جدا مش قادرة اقف عليها. لو وقفت 5 دقايق رجلي كده بتشد شد جامد عليا، بتقلمني ألم شديد. فادعولي كده بالشفاء، وإن شاء الله أكمل وأتواصل معاكم في تنزيل الفيديوهات. وإن شاء الله ربنا يكرمنا كده ونكمل الشروط. أنا حاسة إني طولت جدا، ويعني عايزاكم تقفوا جنبي أكمل شروط اليوتيوب. 4000 ساعة و1000 مشترك، يعني ليا 8 شهور فاتحة القناة ولسه ما كملتش الشروط. فساعدوني وقفوا جنبي كده بالتفاعل مع الفيديوهات. حطوا له لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع. كمان
شاهدولي، أتمنى تشاهدولي الفيديو للآخر وتكتبولي كومنت حلو، وبالله عليكم ما تنسوش اللايك. شايفين؟ بصوا الحلويات ما شاء الله، أو الجلاش شارب من جوه ومن بره ومحافظ على قرمشة الجلاش ومليان كده عسل من جوه. جربوها بالطريقة دي، أسهل طريقة وأبسط طريقة ممكن تعملوها وتبسط أولادكم، أو تقدموها في ضيوف، أو تكون حلويات حلوة جدا تقدموها لضيف، أو تاخدوها معاكم في مناسبة. مش مكلفة بالمرة، وبسيطة وسريعة وسهلة. وبكده نكون خلصنا الروتين بتاعنا، روتين كامل شامل كل حاجة حلوة. يا رب نستفاد من بعض. أنا بستفاد بالطاقة الإيجابية اللي بتدوهاني في الكومنتات، وبقدم لكم محتوى حلو.